خلينا نسمع هذا الفيديو ونشوف تعليق الكويتي شنو عليه، بعدين نرد عليه. سمعوا. مساكم الله بالخير. خلينا نسمع هذا الشاعر السافل شنو يقول ولنا عوده. إلى قرية الكويت يا كويت الغجر فهمين ايش تريدين، يا كويت الولد رادولهم زلة، آل صباح جاي تريد من الخور، احط رجلي بعقلها وقمقم الدلة، بالك تجي براس 91 ورجعهن عليك الخوفة والذلة، بلش يصير عندكم زلم مالت ليل، صعب دولة وعلمها والزلم قلة، وحط رجلي بأخيته اللي يتفق وياك، ذاك الخور بس الزلمة يوصل له، جويبر عالزلم ليه السما محسوب، جاي تريد تاخذ قاعد بحله، خال انت صاحي. اولا بصقة بحجم السماء عليك وعلى هذا الشعر المعفن وعلى كل شخص يدعم مثل هذه النماذج. ثانيا لما تتغنى بسنة 90 اثناء المغبور صدام حسين اللي كانت نهايته مطلعينه من حفرة، ما كنت لا انت ولا غيرك يقدر يتجرأ يقول مثل هذه الكلمات، لان تعرف هذا الحزب البعثي الطاغي شنو كان يقدر يسوي فيك. احنا صراحة يعني ما نقدر نشوف مثل هذه العينات تطلع وتهاجم الكويت وتهاجم شعبها واحنا نملك منصات اعلامية ما يكون لنا رد على هذا الاسلوب السوقي وندافع عن وطننا. لذلك لازم هذا والغيره ان نطلع ونعلمهم حجمهم الحقيقي، لان هذول مجرد اقزام يدارون يا بجروب واتساب يا ايضا بريموت كنترول من قبل بعض السياسيين مع الاسف الشديد. هسه احنا عندنا بالبصره بين العمام يتعاركون على شبر من القاع، مو صحيح؟ اهل البصره انتم تعرفون هذا الحكي كلش زين، شنو جاي احكي؟ فبيناتنا مرات تصير بالعشائر اللي ياخذ شبر من القاع حتى توصل دم، مو صدق؟ فخور عبد الله بصري، السعوف العراقي خور عبد الله بصري، دولة الكويت اذا اخذت خور عبد الله فبصراحة وما تطلعون وتروحون تنامون نوم بخور عبد الله وترجعون إلكم، فانتم ماكو زلم بالبصرة. بهالعبارة بدي احكيها، ماكو زلم، لان انتم بين الاخوان تصير عرك ومشاكل، وبين العمام تصير عرك ومشاكل على شبر مال قاع، مو صدق؟ فاذا اخذوا خور عبد الله لبسوا شيلكم وقاعد يم نسوانكم. تدرون ليش؟ لان الرجولة مو على ابن عم وعلى اخو، لو على الجار. الرجولة مو هنا، الرجولة من يجي واحد غريب ويغتصب حقك وياخذ حقك. وخور عبد الله بصري، ولازم بكل قوتكم ما تنطون خور عبد الله، وحرامات ياخذونه. عوفوا سالفة الدولة، عوفوا الحكومة، خور عبد الله أرضنا وأرضنا لازم ندافع عليه، تمام؟ وإذا خذوه العشائر مال البصرة ومشايخ الزعلون ترضون، إذا ما تطلعون وترجعون خور عبد الله خاف ياخذونه وترجعون خور عبد الله، فحتى المشايخ بصراحة خي يسكتون بعد، لا يقولون احنا شيوخ، اكو شيوخ بالبصرة، لأن هاي سالفة وطن وسالفة غيرة، واللي ياخذ قاعك ياخذ عرضك، لأن القاع عرض، تمام؟ هاي اليوم اللي اخذوا خور عبد الله باكر يجوز يدخل ياخذ بيتك، مو صحيح؟ فاتفهموا كلامي صح؟ وخور عبد الله لا تنطونه. هسه اذا مو العراق كله اهل البصره خور عبد الله لا تنطونه، لان عاره اذا انوخذ خور عبد الله عاره عليكم. شلون؟ راح تتعايرون بي صدقوني، وراح يجي يوم تتذكرون هذا الكلام، راح يجي يوم ويقدوا لكم جرينا خور عبد الله من شواربكم واخذناه. فديروا بالكم تطون خور عبد الله، طوا دم ولا تطون خور عبد الله. تحياتي لاهل البصره، اخوتي عزمكم والقاع عني ولا تطونه. رساله وباسم كل شاب من شباب البصره اريدها توصل لدوله الكويت ولرئيس الكويت، فارجوكم يا العراقيين وصلوها. ديروا بالكم توصلون الاراضي البصره، والله العظيم نخلي طشاركم مو بالشوارع، لا مو بالشوارع، خاف الشوارع قريبه عليكم. ديروا بالكم، خلي واحد يحكي بخور عبد الله ويجيب طاريه، صدقوني شباب البصره منه يعبروا لكم، ترى احنا مو قليلين شر، بس ساكتين عنكم وتقول جارنا وما نريد نعيد الماضي. خلونا، ترى العراق دم حار يفور يغلي نار، والله العظيم نسويكم مهزله لامه محمد. ابتعدوا عنا وكفوا شرنا والخور اني وغصبا على خشومكم.